تخيلنا ان ده البرين وده السباينال كورد، فازاي بيتم وصول الاشارات عشان تدينا حركة ارادية او حركة لا ارادية؟ في البداية هناخد الحركة اللا ارادية، واول حاجة معانا السمباثيك. عاوزكم تتخيلوا ان كل سهم من الاسهم ده بيمثل نيرف، يعني ده بيمثل نيرف وده بيمثل نيرف، وده منطقة التقاء النيرفين فبنسميها جانجليون. فاكيد المنطقة اللي بعديها هتبقى بوست جانجليونيك، والمنطقة جانجليون دي بيكون فيها ريسبتور بيسمى نيكوتينيك ريسبتور اللي بيتفرز عليها الاسيتايل كولين عشان يرتبط بيها، عشان بعدين السيال العصبي يستمر في الوصول عشان يوصل بعدين يأثر على الادرينرجيك ريسبتور من خلال ان هو بيفرز النور ابنفرين. اما على الباراسمباثيك فزي ما اتفقنا ان المنطقة دي ده نيرف وده نيرف، والمنطقة دي يعتبر جانجليون يعني انتقاء نيرفين، فأكيد إن المنطقة دي هتبقى بري جانجليونيك. ليه؟ لأن المنطقة دي كانت اسمها بوست جانجليونيك، فأكيد إن المنطقة دي هتسمى بري جانجليونيك يعني قبل المنطقة بتاعة انتقاء النيرفين. والمنطقة بتاعة انتقاء النيرفين بيكون فيها النيكوتينيك ريسبتور اللي بيتفرز عليها الأسيتايل كولين عشان يرتبط بالريسبتور بتاعها، عشان بعدين يأثر على الماسكارينيك ريسبتور من خلال الأسيتايل كولين. ولو ركزنا هنلاقي ان في السمباثيك بيكون البوست جانجليونيك اطول، بينما في الباراسمباثيك بيكون البري جانجليونيك اطول. اما الموتور نيورون ده اللي بيكون في منطقة النيورو ماسكولار جانكشن، يعني لو ترجمناها كده بالحرف نيورو يعني العصب، وماسكولار يعني العضلات، يعني المنطقة اللي بيلتقي فيها العصب مع العضلات، فأكيد دي حركة إرادية بنلاقي فيها نيكوتينيك ريسبتور، ودي بتتأثر بالأسيتايل كولين. يبقى كده عاوزكم تركزوا إن الأسيتايل كولين بيأثر على الموتور نيورون وبيأثر على الباراسمباثيك، أما النور أبنفرين بيأثر على السمباثيك. بعد ما عرفنا إن الأسيتايل كولين مهم في الموتور نيورون يعني مهم في الحركة الإرادية، والباراسمباثيك يعني مهم في الحركة اللا إرادية، فمهم جدا ان احنا نعرف ازاي بيتم تصنيع الاسيتايل كولين عشان يشتغل على الريسبتور. في البداية في تصنيع الاسيتايل كولين بيتم اتحاد الاسيتايل كوي مع الكولين عشان يقدر يدينا الاسيتايل كولين. اما تاني خطوة في الاسيتايل كولين بيتم تخزينه فيزيكال، وبعد ما يتخزن في فيزيكال وبعد ما تم تخزين الاسيتايل كولين في فيزيكال فاكيد في ريسبتور مستنيه الارتباط الاسيتايل كولين بيها، اما ماسكارينيك ريسبتور او نيكوتينيك ريسبتور. والخطوه الثالثه ان الاسيتايل كولين بيحصل له ريليز من الفيزيكال عشان يرتبط اما بالماسكارينيك ريسبتور ويعمل وظيفه الماسكارينيك ريسبتور، او ان هو يرتبط بالنيكوتينيك ريسبتور ويعمل وظيفه النيكوتينيك ريسبتور. وبعد ما عرفنا ازاي بيتم تكوين الاسيتايل كولين وازاي ان الاسيتايل كولين بيرتبط بالريسبتور بتاعه عشان يؤدي الوظيفة، فازاي ان انا امنع ان الاسيتايل كولين يرتبط بالريسبتور بتاعه. فانا لو منعت اي مرحلة من الثلاث مراحل دي فانا اكيد ان انا همنع ان الاسيتايل كولين يرتبط بالريسبتور بتاعه. فاول مرحلة لو اديت الهيميكولينيوم فده بيؤدي الى تظبيط تكوين الكولين، فاكيد انا كده همنع تكوين الاسيتايل كولين. اما تاني مرحلة وهي مرحلة التخزين في الفيزيكال، فانا لو اديت حاجة اسمها فازاميكول فده بيؤدي الى ان انا امنع تخزين الاسيتايل كولين في الفيزيكال. اما تالت مرحلة اللي بيحصل فيها ريليز الاسيتايل كولين عشان يرتبط بالريسبتور، فانا كده عاوز امنع الريليز، فامنع الريليز من خلال ان انا اقلل الكالسيوم او ازود المغنيسيوم، او لو كان في حاجة اسمها الامينو جلايكوزايد فده بيأثر برضو على الريليز.